حاليا احنا هنتكلم عن الانترفيس بتاع توم اسيستنت. اول حاجه الاوفر فيو. هنا لو انت عندك جهاز او حاجات زي كده بيعملها لك هنا في الاوفر فيو. دوت الويذر كارد عادي جدا. هنا عندنا الماب، دي بيبقى عليها يوزرز في العاده والمكان بتاع توم اسيستنت. ديت الانرجي. هنا لو انت عندك اجهزه زي اجهزه زيجبي او فبار وفيها انرجي كونسوبشن، يبقى ظاهر عندك هنا الكونسوبشن بتاع الكهرباء عندك. تمام. وهنا عندنا اكتيفيتي، دي كلها الايفنتس. يعني بالمعنى لو في مثلا الارم حصل او لو في موشن حصلت، في لايت اتفتح وهكذا. الهيستوري نفس الشيء، بس ممكن تختار انتيتيز معينه او تختار ارياز معينه اللي عايز تظهر فيها. وهنا الميديا، هنا لو انت عندك كاميرات. تمام. وهنا لو انت عندك انترفيس للميديا زي الراوتر بتاعي، ممكن ان انا اعمل له اكسس من عندي. هنا تكست تو سبيش، لو انت عندك ساوند سيستم وربطه مثلا باليكسا او حاجه، ممكن تخلي السبيكرز تقول كلام معين لما ايفنت معين يحصل. تمام. هنا تو دو ليست، لو انت عندك عايز تحط سكيدول عندك او حاجه زي كده. ونيجي عند اهم واحده وهي التولز. تمام. هنا هنتشيك لما نكون عملنا كودينج، بنيجي هنا بندوس تشيك كونفيجريشن قبل ما نعمل ريبوت او اي حاجه. هنا بيقول لنا لو في هنا اي مشكله في الاسيستنت قبل ما نعمل ريبوت ونعمل ابلاي. تمام. هنا بنختار لو احنا عايزين نعمل ريلود لحتت معينه بس للسكريبت. مثلا انا لو عدلت في السيناريوز، ممكن اختار ان انا اتاكد من السيناريوز ان هي تمام، لو هي معموله بكودينج مثلا. تمام. وهنا عندنا الستريم ستاك. تمام. انا مش هشرح كل الكلام ده دلوقتي، انا بس بشرح الانترفيس سريعا، فانا مش هخش في اي ديتيلز هنا. وهنا عندنا نوتيفيكيشنز، هنا بيحصل مثلا لو في الارم، او لو انت عامل سيناريو ان لما يحصل مثلا موشن يبعت لك نوتيفيكيشن، كل حاجه تظهر هنا. وهنا دوت الاكونت بتاعك. هنا انترفيس بسيطه جدا، ممكن تعمل لوج اوت من اكونتك، تغير اللغه، تغير الفورمات بتاعت الديت، التايم زون، تغير المنظر بتاع هوم اسيستنت. ممكن مثلا اخليه لايت يبقى منظره عامل كده، او اخليه دارك. دي الداشبورد، ممكن نحمل اكستنشن داشبورد ونيجي هنا نغير الداشبورد، وهتبقى منظرها تاني خالص تماما، لكنها ثيم، حاجه اقرب جدا الى الثيم يعني. هنا security، ممكن نغير الباسورد هنا، وممكن نخلي فيه تير authentication يبقى مثلا بالتليفون او حاجه زي كده. هنا الاكسس توكنز، ممكن نحتاجها لو احنا عملنا انتجريشنز معينه، فوقتها بنحتاج التوكنز اللي موجوده هنا. وبس كده، ده كان زي ملخص سريع كده للانترفيس. طبعا ما دخلتش في الديتيلز اللي جوه، لكن شرحنا الليفت سايد بار بتاع هوم اسيستنت.